تأثير التحرش النفسي على الضحية يتكون من 10 نقاط. الخوف المستمر ونوبات الخوف لما تتذكر الحادثة. الاكتئاب، تدخل الضحية بعد الاعتداء باكتئاب، حزن ويأس. نوبات مستمرة من البكاء، يأس من الحياة ومحاولات الانتحار. فقدان السيطرة، تفقد الضحية السيطرة على حياتها مثل ما فقدت السيطرة أثناء الحادث. الشعور بالذنب، وهذا أسوأ شعور ممكن تحسه الضحية، لأنها تقوم تفكر وتكرر بالأسباب اللي يقولها المجتمع وتلوم نفسها، أنا الغلطانة، كان لازم ما أروح هناك. فشل بالعلاقات، عدم قدرة الضحية على تكوين علاقة طبيعية مع أي شخص، وأحيانا تضطر أن تتزوج المتحرش نفسه. اضطراب ما بعد الصدمة، وهذا مرض نفسي معروف وله أعراض هواية. اختفاء الإيجابية، خربطة بالنوم، عدم الرضا ونوبات غضب متكررة. هذا المرض هو اللي يصاب به الجنود بعد الحرب. الشعور بالقذارة، الضحية تحس نفسها دائما مو نظيفة وإنه أكو شيء باقي على جسمها، وهذا يفسر الاستحمام المتكرر وبنفس الوقت الهوس بالنظافة. فقدان التركيز، الضحية تكتشف إنه عقلها ما يقدر يركز بشيء معين لفترة طويلة. فقدان الرغبة الجنسية، وهذا شيء منطقي، وحتى ذكر أي شيء يخص هذا الموضوع أو العلاقة الجنسية ممكن يذكر الضحية بوقت الحادث أو بيوم الحادث. وهذا هو التأثير العاشر اللي هو تذكر الحادثة مرة ثانية. تذكر الحادثة اللي يخليها تصير على شكل مشاهد متكررة داخل عقل الضحية مرارا وتكرارا، واللي يخليها تحس بالتسع آثار اللي ذكرناهم مرة ثانية وتعيدهم مرة ثانية. وندخل بحلقة مفاجئة، وهاي التأثيرات يجي وياها تأثيرات جسدية.